بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الفل عليكم. بصوا، عايزه اقول لكم لما اقول لكم على حاجه طلعت رهيبه بجد تحفه. طاسه صدق بالبطاطس على النار من غير فرن، بجد طلعت تحفه رهيبه بجد. هنبتدي نحط شويه زيت حلوين كده، لان انا عامله حوالي كيلو صدق. تمام. عايزه اقول لكم والله الناس اللي على السفره كلها كانت منبهره بالطريقه الحلوه دي. انا عاده لما بعملها في الفرن، صينية بطاطس بالصدق، حمرا أو بيضة. بس أنا فضلت إن أنا أعملها على الطاسة المرة دي علشان الصدق بينشف في الفرن، ولو غطيناه بالفويل البطاطس بتستوي زيادة عن اللزوم. فأنا فضلت إن أنا أعملها قدامكم هنا بصلتين كبار. البصل يرجع للكمية اللي انت عايزاها. لو عاملة نص كيلو كفاية بصلاية واحدة. هو البصل بيخلي فيه صوص كده في الوصفة دي. تمام. انا مش هعمل حاجه في البصل يا جماعه، مش انا بسخن بس الصينيه، لان الصدق لسه معايا مجمد، لسه مطلعاه من الفريزر دلوقتي. فانا بسخن بس الصينيه، انا مش بعمل حاجه في البصل. نزلت اهو بيه، هسيبه هو هيسيح مع نفسه. انا عايزاه ينزل ميه وعايزاه ينزل دهون. حبايبي، لو وصلنا لحد هنا واول مره تشوفوني، شرفوني بالاشتراك في القناه، وما تنسوش اللايك والشير من فضلكم. وصفه حلوه وجميله وكلها في طاسه واحده. غدا سريع. ممكن تستبدلي الصدق بكرات كفتة. تحمريها، تشوحيها في حتة سمنة الأول. كفتة عادي، كلنا بنعرف نعمل الكفتة. تقطعيها كور صغيرة، كوريها كور صغيرة، وتشوحيها في حتة سمنة، وبعدين تنزلي بالبصل، وتكملي باقي الوصفة عادي. البطاطس حابة تقطعيها أكبر من كده براحتك، كده كده بتستوي، ما بتاخدش سوا. تمام. مكعب مرقة، لان انتوا عارفين البهارات بتاعت الحاجات دي ما بقتش زي زمان. الصدق زمان كانت بهاراته بتبقى عالية قوي، فدلوقتي البهارات ما بقتش كتيرة زي الاول. هنا هحط شوية ملح، هقول لكم ليه دلوقتي. ان انا هضيف بطاطس، فالبطاطس انتوا عارفين بتمتص الملح، عشان كده انا زودت ملح. شوية فلفل اسمر، شوية فلفل اسمر حلوين كده، خليكي كريمة. يبقى كده ملح وفلفل ومكعب مرقة بس، ما حطيناش اكتر من كده. شوية زيت حلوين اهو. ادي البطاطس انا مقطعاها كبيره اهي. البطاطس دي لسه الجديده اللي طالعه الجديده، هي ما خدتش سوا بصراحه. حابه تقلي البطاطس قبل ما تحطيها في الخطوه دي، ممكن تقليها الاول في الزيت. بس انا قلت تو ماتش دهون بقى، يعني مش عايزين دهون اكتر من كده، كفايه اللي حطيناه هنا. بس انت حابه تقليها بتبقى حلوه كمان، وبتاخد كور من على القشره كده، بتعمل قشره يعني. بتخليها ما تتهريش يعني. بس هنا برضو لو حافظنا على المدة مدة التسوية مش هتتهري. هنا خلاص الصدق داب خالص اهو. التوم يا جماعة، أنا بحب أضيف التوم في كل وصفاتي. شوية توم حلوين كده، 6 فصوص، قطعيهم عشوائي كده، كله هيدوب مع بعضه. تمام. حبايبي، يلا ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. الوصفة دي حلوة جدا وسهلة وسريعة. انا بس يعني لو انتي جايبة الصدق لسه طازة، مش او فكتيه لما طلع من الفريزر، مش هيتعبك، مش هياخد منك وقت. البطاطس ما خدتش اي سوى، لاني غطيتها في الاول خالص، واول ما حسيت ان هي استوت رفعت من عليها الغطا علشان ما تتهريش. بس احنا لسه اهي البطاطس ما استوتش. معايا غطا قد الصينية هنغطي بيه، وهنفضل رايحين جايين نقلب فيها. الصينية دي سيراميك ما بتلزقش. تمام. او لسه فيه مية، يعني هو نزل المادة الدهنية اللي فيه كمان، ولسه فيه مية. حابة تدخليها في الفرن براحتك. في المرحلة دي ممكن تدخليها، بس زي ما انا قلتلك الصدق بينشف وبيجدد بيقدد كده، ما حبيتهوش ولو غطيتيه زي ما قلتلك بالفويل، البطاطس هتستوي زيادة عن اللزوم. هنا دي حفيدتي يا جماعة مصرة ان هي كانت بتعيط، ومصرة ان هي تقلب. عشان كده زي ما قلت لكم الوصفة طلعت حلوة، عشان كده طلعت الطاسة طعمها حلو جدا على فكرة. ربنا يحفظهم يا رب. تمام. اهو خلاص احنا ابتدينا كده بنفنش فيها. هو عايزة اقول لكم
ان في ناس كانت عايزاها بالبطاطس وناس كانت عايزه صدق ساده. انا عملت ده وده. عايزه اقول لكم اللي كانوا عايزين الساده سابوها وكلوا اللي بالبطاطس. بجد طعمها حلو جدا جدا. امانه والله مش هضحك عليكم، جربوها وشوفوا الطعم. انا كده خلاص بطاطس استوت، انا عملت لها التيست كده لقيتها استوت وكشفت من عنها الغطا. خلاص لسه في شويه ميه اهو بقول لكم. هفضل اشوح فيها. حابه تقطعي البطاطس اكبر قطعي براحتك، مش هيجرى لها حاجه، مش هتتهري. انا هنا عشان كنت مستعجله برضو فكنت مقطعه صغير عشان ما تاخدش وقت، والصدق طبيعي ما بياخدش وقت. ف تمام. ادي تيا الزنانه اهي بنت ابني دخلت تزن عليا برضو. هنا خلاص اهو الصدق استوى. صدق وترتني، دخلت عيطت وترتني. زنانه تيا بنت ابني الزنانه. يعني هكتب على الفيديو ده تيا الزنانه. تمام يا جماعة، خلاص احنا وصلنا لمرحلة ان ده الزيت والدهون اللي نزلت من الصدوق. خلاص كده جابت اخرها بقى، مطلعة ريحة عايزة اقول لكم رهيبة. مطلعة ريحة رهيبة. طعم جميل جدا، ريحة حلوة جدا. وزي ما قلت لكم الناس اللي انا عملت لهم الصدق بقى الاسكندراني اللي ما فيهوش اي اضافات، سابوا ده ومسكوا في الصينية دي. بصوا خلاص ما فيهاش دهون، بس احنا برضه مش هننشفها، احنا هنطفي عليها النار كده علشان ما تنشفش. ايه كده بقول لكم ايه رأيكم يعني بالعيش يا جماعة بقى. يعني انا عملت مكرونة برضو للناس اللي كانت عايزة مكرونة. دي بقى الوصفة التانية اللي هي السجق الاسكندراني ده. شوية زيت هننزل عليهم بالصدق، مفيش اي اضافات خالص، مش هنحط اي حاجة. احنا حطينا في التانية ملح بس علشان البطاطس كانت هتمتص الملح، وفعلا طلعت مظبوطة. دي مش هنحط فيها اي حاجة. انت حابة تحطي مكعب مرقة زي ما قلتلك، الحاجات دلوقتي بقت بهاراتها ضعيفة، ممكن تعززي الطعم يعني وتحطي مكعب مرقة. يا رب يكون الفيديو عجبكم يا جماعة، ويا رب تجربوا الوصفة دي وتدعوا لي دعوة حلوة علشان الوصفة فعلا حلوة. بألف هنا وسهلة وبسيطة ومش تاخد منك وقت والله. يا رب تكون عجبتكم يا رب، وجربوها بس انتوا مش هتندموا. اشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني. ما تنسوناش بقى في اللايك والاشتراك يا جماعة، وتسلم ايديكم مقدما، وربنا يحسن ما بين ايديكم، وشكرا وباي باي.